جايز من المدرسة اليوم ثالث يوم عيد وأنا أجيت على المدرسة عشان تشوفوا. أجيت بس عشان أعمل امتحان، في الأخير ما امتحنتني بس يعني مرت هيك يعني بروفا. الحين نروح على الدار. Let's go. هاي جايز، أجينا نشتري كم من غرض هنا بعد المدرسة. Let's go. حلوة ولا لا؟ لا. حلوة؟ حلاوة هاي. يلا. جايز قررت اني اخذ هاي، حسيت اكتر حاجه حلوه علي وظبطت. هنا في تصوير فيلم طلعه، مدينتنا فيها كل شيء حرفيا. يلا نروح على الدار عشان نحطوا الاكل. ايش رايكم؟ شايفه الدنيا خضار. او ماي جاد، عن جد حاسه الدنيا هيك صيف. يلا بينا. ايش رايك عبود؟ حلو علي؟ جايز واخيرا دخلنا الدار وحاليا بدي اشوف ماما ايش قاعده بتعمل. ماما شو قاعده بتعملي؟ كباب. كباب؟ اليوم نحن نشوي بس درجة حرارة عالية، حرام اخلي عبود يعني يشوي يعني بهالحرارة يعني، فقلت بدي اعمل لهم كباب حلة. انا ماما كانت دائما تعمل لنا كباب الحلة، عبارة عن انها تشوح شوية الكفتة، طبعا تعملها نفس الفلفل الاسمر وملح بس زي ما هيك زي ما انتم شايفين، وبعدين بتحطها تشوحها شوية زيت وبعدين بتحط عليها فحم، واسمه كباب حلة، مصر اسمه كباب حلة، فماما دائما تعمل لنا اياها، كانت هي امي انا. المهم كانوا يعملوا اياها نفس الشيء بس عملت لهم اصنام جنب، ظبطتهم يعني. يلا نشوف. يلا. هنا البطاطا قاعدة على النار، هنا هذه كباب حلة، وهنا عندنا الرز. واو بجنن، أنا كثير بحب الرز هيك. الرز زي فكرة الأوزي بس خلطت اللحمة المفرومة جوا الرز وحطيت عليها سمنة يعني. أنا كثير بحبه هيك. مظبوط. عن جد؟ سلمي ايديكي. ما بعرفش بتحبيه، بتحبيه سادة. أنا بحبه هيك كمان. لا حسيت إنه لازم يكون جنب الكفتة والكباب حلة جنب اللحمة هيك، يعني جنب الأكل اللي أنا عاملاها لازم يكون إيش في لحمة مفرومة جوا، الدنيا عيد فلازم أظبطهم. أكيد. ماء بكل مكان. سلمي ايديكي. ويدي كيف امتحانك؟ ما امتحنتنيش المعلمة. عن جد؟ والله. دول الأوروبيين ما لهم مشكلة. والله ما لهم عهد ولا وعد. المسلم يعني إلا من رحم ربي يعني، كلمة الوعد عنده وعد، أما المش مسلم برضه إلا من رحم ربي، يعني مش نظلم حدا، بس إحنا على تجاربنا فيش حدا بيوعد هنا أوروبي إلا بخلف وعده. كل المعلمين اللي بيحكوا لنا بنمتحنكم بكره ما بيمتحنونا. شايفين؟ شربات في الثلاجة عشان تسقع. والله الحرارة عالية في شوكولاتة في الثلاجة. طبعا هنا ما كان في صوت بس لجين كنت فرجيكم الاوتفيت هذا، شوفوا ما احلاه. شايفة؟ ايش حلاوه هي يما؟ الله هذه الفحمة الحين تحط عليها زيت زيتون. مش عارفة يا أربع زي دائما بشوفك ما دام تغطيها. أو ممكن زيت نباتي. انه فيش عندنا زيت زيتون. لا عندنا زيت زيتون بس مش مشكلة يعني برضو للتوفير يعني. توفير؟ يعني اسفة بشويش. يعني هاي زيت نباتي من الزيت اللي عملنا طلبي فيه. مدفور بسم يلا الله. انت اللي جاي امسكي السلطانة. هذي 1 2 3 يلا. طيب قولي بسم الله. يلا انت سكرين كله. برافو عليكي. عشان ايش كنت بتعملوا؟ والله كنا عملنا شكل اصفر. ايش الحلاوة؟ اللون المفضل الي هذا. عشان بحب اشتغل. انت عارفة ماشي. شو ما لبستي يا ماما تقالي بغيرك. طب هذا كملي معروف وحطي كمان سلفان يعني مش مشكلة ونسرت. خذي كريمة. ايوه برافو عليك. انا بسيطه يعني؟ لا حلو. انت قصدك لا حطوا الرز هنا بطاطا. يلا نروح ناكل لان انا جعانة. يلا عاد بس هاليوم تعبت يا جماعة كثير انه عليها في المدرسة، في ناس طلع. وعاشت العيد صدقوني حالها عشان هم اشتر. وعاشت العيد بطوله وبعرضه بكل شيء حرفيا. بارتفاع. مسالي ولي كانت تدرس ليلة العيد، كانت تدرس ثاني يوم العيد. ثالث يوم العيد. معلش يعني. شوفوا انا خلصت امتحانات بس لسه المدرسه مكمله، بس ما في علامات يعني خلصت الشهاده اخذتها كلها، فبس يعني مش لازم نروح. لمساتك اللي جايين لمساتك. لا تقولي راح تتلش بعدك، خليك الليلي عندي. الله خليك الليلة عندي. الله شو شفتوا كيف البوز هيك؟ برافو. خدي حطي رشة سماق. رشة. يلا حطي رشة. ليش صغيرة؟ الله قلنا لك رشة مش تنقطع علينا. شو هذا؟ هات انا حط. كيف؟ ماما شو هذا؟ يا رجي يا ماما كل شوية حطي. هاي الرشه انت بدي تحطيش كثير يما. ماشي يا رشة. الحمد لله. هاي حطيش كثير يعني نقطة فيه. هيك الرشة. زيادة
اللي بحبوش هي بتحبوش اكيد بحبه بس خلاص بكفي خلاص. شو هذا بزيادة بزيادة؟ ايه حط شوي. هات التبوله. ايش هذا؟ هذه رشة بالله عليك خلصي هاي بنت رشة. الحلال صفطين احنا هالرشه فيها. يو يلا ننقل عشان نروح على الصالون استني ناكل. احط التبوله لسه. طب انا جعانة انا. يلا تعالي ساعدينا. شو صاركم؟ مين بيصوركم طيب؟ خل الضوء يصوركم. طيب كريم فريش. اعطيك يا جماعه ايه يا جماعه اعطيك كريم فريش. قولي لي اللي جاي مين احلى العيد بوطن عربي ولا العيد باوروبا؟ اكيد الوطن العربي عم تضحك علينا يعني اكيد يعني ممكن تحبي والله كل حاجة لها طعم يعني. كل اشي حلو بس انه بحس العيد بصراحه بوطن عربي. عن وطن جد؟ عربي نوزع كباباتنا هسه. يا حبيبتي هيك احلى. هيك العين- الكباب العين نفس اللي بتاكل. نفس المطاعم. شفتي العين اللي بتاكل. نفتح لكم مطعم نعمل لكم هذه الوصفه وننزل فيها والحلو علي. كادو يعني. ايوه جاي لابسين. ماما والله اعطتك الفكرة. تاكلوا بايد. بوسه بنوت لازم اعلمها اوكي. معدله. يا صغيرة يعني لا خذي راحتك يا اختي. خلص بدون طاقة احساس. اذا الطاقة الحلوة والله بتصل للاكل. والله خليه واحد يعمل فعليا. هو منكد وخليه يعمل هو مبسوط. اللي هو مبسوط تصل تكون هيك زيك. هي دي. جينا عملت لنا الاكل. سموديها لجاين. بالك انه الله يرضى ما عليها لجاين. دايما طبخي لنا ماما اكل زي هيك. هات لي في المطبخ. يلا كملوا بقيت لك. يلا يلا صحة وعافية. عبود بده يعزمنا ربع يوم العيد ان شاء الله. ان شاء الله. صح عبود؟ نويتي تاكلي يا امي؟ من هلقيت فكروا شو بدكم تاكلوا بكره؟ يلا. شوية زعتر وزيت. يلا صحة وعافية عيدكم مبارك. سميتي يا لجان. يسلم ايديك يا لجين. جد يا ماما. ندق تذاكر عن جد؟ جد فسوا. سلم ايديك ماما. لا تفضل معنا. يلا بينا ناكل. سما بالله. هاي لجين. هاي سالي. كل عام وانت بخير. انت بألف خير. اليوم رابع يوم عيد. اليوم نورة يا ماما. اهلا وسهلا بعيد الاضحى من المطبخ. طبعا حبايبي اليوم رابع يوم عيد بس ما طلعناش غير اول يوم عيد عشان الدنيا حر كتير فعليا. لدرجة حتى بوصلت الانستغرام بس نزلنا لكم اول يوم عيد عشان يعني لبسناهم بس ضلينا في الدار. ليش لأنه بس الحلو نحن نصور لكم كل شيء بنعمله بالبيت من فعاليات البيت اللي هي اساسا اغلبها بالمطبخ. احنا بنحتفل بالعيد بنحلي بنصلي وبنذكر ربنا وبنملح. عن جد ماما كثير تعبت هذا العيد يعني كل يعطيك يوم العافية. طبخة كل يوم طبخة. ماما بدها حد يطبخ لها. وصراحة اليوم المفروض نحن ناكل برا نتغدى برا. اليوم هو رابع يوم العيد بس سالي عليها امتحانات بس احمد عليه شغل. فانا قلت انا عملتش فتة العيد فهعمل فتة العيد اللي هو رابع يوم العيد وبعدين بعرفكوش. اكيد لا اكيد معك انا حق. اساسا يعني مش قادرة اكل عن جد. الصبح كلت رنجة مظبطت حالها يعني صار تمام. فحط هذا. فتة العيد البيضة احنا بنقسم شيء عشان تعرفي تعملي حطي يلا برافو هادي؟ عليك. وزعي بين الصينيتين. ارفع الطناجر عشان تعرفي تشتغلي. هاي خلصنا من الرز. طبعا حبايبي انا كل اكله في العيد لازم احط لمسات الاخير يعني ما بقدر غير لما احط لمسة الاخير صح؟ اكيد. بالاخر يسلم ايديك يا رجاي. ايديك هي حطيها. حطي هلا الصينية الغلابة هذه. عارفين احنا بناكل الفتة بالرز كله؟ نعم كله. رز والدقة هاي اللي عندنا. هاي دقة ايش؟ دقة شو؟ فاصوليا. هاي دقة الفتة اللي عندنا الفلسطينية اللي هي عبارة عن شوية تومة وفلفل أخضر ومرقة وشوية ليمون. جهزت الفتة. الله يعطيك العافية يا رجل. أنا مش عارفة من دون بجاني شو كنت بدي أعمل بالعيد الصراحة. لولاها الصراحة مش أكل أصلا. فهمت صح؟ تسلم ايديك. مو بتعرفي تعمليها ولا بتعرفي تعمليها؟ اكيد رز وفتة. رز وخبز. رز ورقاق أو خبز بكون تحتيها محمص أو مش محمص ونحط اللحمة فوق. هيا بينا. وجهزنا الاكل. بس ضايل اللبن بس عبود لسه متأخر عبود على الليمون وعلى اللبن وعلى العصير. نستنى عبود. يلا بينا. تفضلوا يم. تفضلوا معي. تفضلوا. مشخص محمد يا عيني لبس العيد. نفس إيش رأيك؟ العين. ايش رايك؟ قرب علي ورجي الستايلات الحلوه. تفضل كل. يلا كله. جنة وسلم بك. طبعا حبايبي ماما بعد الغداء قررت تجهز لنا ضيافتنا واللي هي سلطة فواكه. حرفيا من أذكى سلطات الفواكه اللي ذقتها في حياتي
من ايد ماما. حبيبتي يا ماما. الفكره انه انا بحب سلطات الفواكه الطبيعيه اللي بعملها بالبيت اكثر ما بحب اخليهم يجيبوا كواز النكهات. يعني هي اساسا ما بتكونش فيها فراوله ولا بكون فيها مانجا الا لقيته فيها قطع فعليا. المهم بقطع لهم الفراوله وبحط لهم شويه حب فراوله زي هيك مثلج وبحطها بالثلاجه زي هيك، بحطها بالثلاجه مع بعض. بعدين لما اجي بضربها بالهاند بلندر. على فكره عبود جاب لي هاند بلندر جديد. طبعا حبايبي عبود قرر يجيب لماما هديه هاند بلندر بعد ما شاف انه الهاند بلندر تبعها خرب انحرق. والله على فكره لاحظت حاجه انه لما بجيب اجهزه كهربائيه هنا باوروبا كبيره سنه سنتين وبتخرب. مش يعني مثلا زي الليدل او اوشن بس، اما ما بروحش على اماكن الصراحه ثانيه اجيب اجهزه كهربائيه منها. بس بلاحظ انه الاجهزه الكهربائيه اللي بجيبها من ليدل كبيره سنه سنتين وبتخرب. هذه كلمه يعني معتمده، يعني كبير يقعد معك سنتين تلاقيه خرب. فانا اللي عندي خرب بطل يشتغل. فعبود الله يرضى عليه جاب لي هديه. قلت له عن جد هديه؟ قال لي اه والله. قلت له يسلم ايديك والله. قلت له بمناسبه شو؟ انا عيد ميلادي كمان يعني قول 10 ايام. اللي بقول لي من دون مناسبه. قلت ما شاء الله ابني امور كبر صار هيك يفهم بالذوق. الله يرضى عليه ويوفقه وينجحه. دعواتكم لعبود. بتمنى ان انتم بالتعليقات تدعوا لنا، يعني ادعوا لنا كل واحد يسوي لنا دعوة صادقة من قلبه. ربنا يوفقنا، ربنا يوسع رزقنا بالحلال، ربنا يحفظ أولادي، وربنا يبارك لي بعبود وسالي وجاي محمد وأبوهم، وربنا يألف بين قلوبنا يا رب. أتمنى إنكم تدعوا لنا بالتعليقات. يعني هاي دعوة مسلم لمسلم بظهر الغيب. تمام. بتحطوا بالثلاجة. غسلت لهم الكرز، بحبوا الكرز. تمام. أهم حاجة وين تاخذ محمد؟ وين؟ مشوار. قعدت صدق. بحطهم بالثلاجه ولما نيجي ان شاء الله نقعد عليهم مع بعض. تكون سالي خلصت دراستها هي وعبود لانه هم فتره امتحانات. طبعا حبايبي عبود وسالي هذه السنه سالي اولى توجيهي وعبود يعني توجيهي تاني. هنا النظام بفرنسا توجيهي يعني سنتين، بيقسموا الامتحانات على السنتين هذولا. فانا السنه الجاي اولى توجيهي وسالي السنه الجاي توجيهي وعبود ان شاء الله باذن الله لما ينجح جامعه ان شاء الله. يعني المعدل اللي هو 100 بيتقسم على سنتين، بياخذوا من السنتين اللي هي ثانيه ثانوي وتوجيه ان شاء الله. ربنا يوفقهم وينجحهم. انتم عارفين احنا سبب وجودنا في فرنسا هم يتعلموا، وربنا يكتب لهم الخير يعني ويوسع ابواب الرزق تبعتهم يا رب ان شاء الله. بس المعدل يعني المجمل بيكون مش زي غزه من 100 من 20. فاهمين؟ انا فاهمك. انت فاهمين؟ بس يلا خلينا نطلع ان شاء الله. تمام. هيا بنا تسجيل خروج. ما شاء الله على البرنس. ايش يا مزه؟ ايش القمر هذا؟ ايش حلال؟ ايش الامور هذا؟ اشوف يا عسل، اشوف الحلاوه. يلا دور شخص اموره حلو. انه اشوف عينيك ممكن ولا مش امكانيه؟ خلص براحتك. انا بحب البس النظاره، بحب الشلحه. ايش الجاين؟ ما شاء الله عليك. الله يحفظك يا رب. ستايل جاين ما شاء الله عليكي. ايش هالشنطه الحلوه هذه؟ شنطه من مزبوط من خالتها على فكره. لايقه ما شاء الله على الطقم. يعني لو انه ما شريناهاش ما كانتش هتكون لايقه زي هيك، صح؟ لو شريناها ما كانتش هتكون لايقه زي هيك، صح؟ عن جد يسلم يديك يا اختي. الله يرضى عليكي. كتري من شنطتك للجاي. من ذوقها حلو، يعني ذوقها حلو. انا بقول له يشتري لي 1 2 3. عكروت كيف وضعك الجاي؟ خربت اللعبه. عكروته جاي. هاي سالي، كيف الأجواء معك؟ قاعدين بيعملوا لي تخطيط تنظيم القلب. أخذوا مني دم هنا، قاعدين يفحصوا إذا في مشاكل في القلب أو لا. حمود يا برنس. طبعا نسينا نجيب لحمود باكيت شيبسي وبدنا نجيب قنية مية، فراحت الجاي نشتري له منه بخي. شايفين ما شاء الله الأجواء زحمة مش طبيعية. على فكرة في مباريات هنا بفرنسا، في مباريات فكله على المباريات زي ما انتم شايفين الناس بتجمعات. بس هي الأجواء على فكرة في هوا حلو كتير. شايفين شعرات حمود كتير الأجواء حلوة. لك أنا بحب أشوف العينين الحلوين هدول. طبعا سالي تو سالي آخر عمري أجي أعمل فحص دم. مش فاحص قلبية يعني. اي اسمع والله وجع الله يطعمني لحرم. تعال صور هذا. انت اصور معك يا سالي. ما كيف بينقلوا استغفر الله. اذا خلينا بدناش نشوف كل يوم. احنا مستقبلنا بس. رابع يوم عيد. ايش صار معك يا سالي؟ خلص معلش يلا. وهيك وحركات وإبر ضيقوكي. جاي بتكلم سالي كالعادة.
ما شاء الله الاجواء كثير حلوه برا. هاي طلع مثل المنظر. وصلنا للمكان واخيرا. طبعا من زمان ما يجينا هذا المكان بس قررنا نيجي عشان خاطر محمد. كانت اول جايه لنا على فرنسا، اول احمد اخذهم على هذا المكان صح؟ صح بالضبط. وكيف بروس بطل بدهم يجوا له، بس ضل عندي حمود بده يجي على هذا المكان. هو لانه هو اخذ الموهبه هذه وصار يعرف يعني يتزلج، بس انا يعني ما بحس انه هو موهبه كثير بحبها بحب اعملها. قلت له يعني للاسف ما راح اكون معك. صوت برد. يلا دخلنا المكان وهي محمد قاعد بيلبس. محمد كيف شوفي محمد كيف بمشي قاعد. ما احلام. ناسي ولا فاكر؟ ناسي ولا مش ذاكر؟ ناسي. شوف شو بعمل قاعد. بسخن فيها قاعد. يلا يلا بسم الله ورجيني مهاراتك. لا 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 يا محمد. له شهور من الصيف اللي فات ما جاش. الله عليك سوا. هي الارض متغيره انا متاكده. الارض فيها مشكله حاسه. يلا هات تعال هات ايدك. محمد ايدك هات ايدك. انا قوي انا بقدر. يلا توكل على الله. يلا شوي 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 بسم الله عليك بسم الله عليك. يا رب نروح اليوم سلمين. يا رب. حلوه؟ اخذ عليها على فكره. هي اولها بس بعدين نزل الساحه. محمد انا حاسك جاي تقعد في المكيف تتكلم معنا بس صح؟ لا؟ أكد؟ ما هنا مكيفين مروقين. والله الجو بارد. تكييف مش تكييف بليزر حرفيا. وبرا درجه حراره فيها 37. فيعني احنا موفقين. كل واحد بيجي هنا يتزلج ياخذني معه. انا ما عنديش اي مشكله، المهم ان انا اقعد بمكان بارد. على فكره انا عندي حساسيه من الشمس وعندي اكزيما من الشمس، ما بقدرش اطلع بالشمس نهائي. ولما بطلع لازم انتها بتصير حمرا كلها. مظبوط. وبعدين بصير حمار وبتحملش، بصير عندي درجه حراره شويه واللي انفجرت زي البركان. بس الصراحه انا بحب اجي هنا ومبسوطه كثير لانه الجو بارد وهيك وبتتفرج ومحمد بكون مبسوط. ولو جاي انت هيك تعقل شويه تدخل معاه. هي خايفه تقعد لانه اول مره اجت هنا وقعت وقعه جامده. من يومها هي خايفه تلعب لا اللعبه. بس رحت لعبتها بس على خف ضلت ملزقه في الحيط فقلت لها خلص عامة. على فكره التذكره سعرها قديش؟ يعني 10 يورو. شوف الثلج كيف جبت الثلج. اجري اجري يا مرس اجري. ما هانش علي برضه. قول طلع بلملم لي قاعد ثلج. اشوف الوقعه يا عمري اللي وقعتها. شايفين وقعه جامده. هي احد الاصابات لسه. جايين هيرمي علينا ثلج والله غير يعمل. حرام. مين؟ اوعى 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 والله بعمل. لا 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 خلص والله انا ما هنش علي فيك عكروت انت. بيرمي علي ثلج قاعد. يلا يا حمود يلا شد الهمه. طلع عكروت قاعد بلم لنا ثلج. ولك خلص 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 خلص. على جاي مش علي على جاي. مبسوط علينا العكروت هذا. امسك. خلاص سيبها عشان اطعمك شوكولاته من شنطتها. ها شو جايب شوكولاتات؟ خلينا نشوف. راح ابني خذ يا عمري حلوه. خذ انا حبيبتك. امسك ماما حب حلوه.
خلص يعني خلص. يا عكروت يا ابن العكروتة، عكروت. سيف ايوه هو الثلج مفيد للبشرة بس مش ثلج الارض. لا دي مش عليها، خليها اجيب لك شمسي. اي خدمة اجيب لك حاجة من الحاجات اللي احنا عندنا. شكرا يعني. طيب خلاص ثلج. في حالات كثير ياخذ. قاعدين بتطلعوا علي لا اليمين شمال. فوتي شدي حسها شادة مع الثلج اللي حطه بوجهي والله. شو الشدة معي؟ جاي ماخذ حلو العيد وعدية كل شدة فيها كل حاجة ثمينة من أحشياء العيد. ايش بدك اشوف ايش بدك تطعميني؟ لبن؟ لا. شوكولاتة؟ لا. شوكولاتة؟ اشوف نوع شو. هذه زاكية شوكولاتة كتير زاكية. لا انتهاء. الغرفة حلوة. احجز لي واحدة جنبي. نعمل سيت اب هنا. حاجة حلوة. هي من التلفون. انا التلفون عم جوال. شو احكي له؟ هاي جايز، حذر شو طلع عندي. استغفر الله، اوعى تفضلوا. لا مش هقدر احكي، صعب. طلع عندي حوالي شيء. لا الا طلع في حاجه. قال لي عندي ستريس. ماما وبابا قالوا لي، بس انا ما اقتنعت لانه عن جد كثير بتوجع طول الليل وانا بتوجع هيك. احس عن قلبي وجع كثير، كل شوي خفقان سريع وهيك وتقل بالصدر وهيك يعني. وبكح وبزيد الموضوع. قال لي اي قلبك بدق. الدكتور هالفوت اصلا حقتني انا بداله. دكتور غلط صح؟ دكتور غلطان. دكتور غلطان. شو هذا كله ستريس؟ قال له انه مش ستريس. اوكي. نروح على الدار. خلصنا. روحنا على البيت. اجويت ان انا اعمل لهم ايش سلطات الفواكه ياكلوها. طبعا شايفين قطعت لهم الشمام قبل ما اطلع برد عشان بعد على قلوبهم درجة الحرارة شوية عالية بالبيت. احسن اشي ان انا مجهزة كل اشي قبل ما اطلع. مجهزة لهم اصلا الفاكهة نطلعها. حطيت الفاكهة هذا عشان تبرد مسافة ما ايش بنطلع نخلص مشوارنا. بدي اطحن هذا واجهز الصحون. وصلنا البيت، خلينا نشوف الحاجات. بردت ممتاز، كله بارد زي ما بدي. احسن حاجة ان انا جهزت كل اشي قبل ما اطلع. خلينا نجهز البيت. في كحامة على الشاش. نتغدى غدا متأخر، بس نحط فاكهة حاجة خفيفة او ممكن من دون فاكهة ومن دون اشي وبننام حسب ما احنا جعانين. يعني ما ناكلش الا بنجوع. ما عندناش 3 وجبات على فكرة بالبيت. يلا اجهز الاولاد. خلينا اورجيكم اياها قبل ما اطحنها. شايفين كيف لون الياغورت اللي بنشتريه من المحلات. هات كوبايات لقيتها. طلع كيف القوام. شايفين ما شاء الله. ممكن نحطها بالثلاجة شوية لانه هي اساسا يعني عبارة عن لبن. بتحط مع الحرارة، نحطها بالثلاجة شوية بتزقع. بس على العموم سالي الف سلام عليك يا ماما. الله يسلمك. برد عليك. احنا رحنا مع محمد وهي راحت على المستشفى هي وعبود. كانت كثير تعبانة، حاسة ضربة قلبها زايدة. هم عملت فحوصات كاملة. ايش حكوا لك؟ حكوا لي توتر. حكوا لها توتر، ضغط الامتحانات. شايفين شو يصير فيها. دعواتكم لسالي ان شاء الله ربنا يوفقها ويوفق اخواتها يا رب. يلا يوفقكم كمان اذا كنتم بتدرسوا. ثلاجة رجعين جوا الثلاجة يا جماعة. سكر. حط سكر خلص كتير. كثير. اقلل لك سكر. معلشاتي معلقه قلب خلاص لا خلاص بدها قلب عشان خاطرها من خاطرها عشان رايحه المستشفى. لا اشتخل غيران. قول له اعترف حبيبي.
هي هيك. خلاص انا بحبه بسكر. خلص قلب انت. يلا شوي 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 شوي. وقطش علي. نفس الطريقة هذه بس كله مقطع، اللي هي فراولة فواكه مع موز مع نجاص مع تفاح مع مع لبن. هذا اللبن اللي هو لبن كامل الدسم. هيك كثير زاكة، مش حلو كثير على فكرة. جد؟ خلص تحطوها في الثلاجة ولا تحطوها في الثلاجة ولا؟ مسحون. يلا بينا. سامعين اصوات الزمامير؟ في حفلة برا عشان كورة. يلا بسم الله. يوم شايفين كيف؟ هيك حطها بالثلاجة لمدة ربع ساعة، بالفريزر لمدة ربع ساعة، خلاص بترجع بتصير زي اللبن. محمد قاعد بدير. احط لكم هذا البلوبري. ما بحس على الزبادي. مش على الزبادي، احطوك يا جنب الفاكهة. اوكي. عيني عيني على الناس اللي معدلة بتساعد امها. تعمل حركات في وجهها. عارفة حبيبك النونو. يوم يورد علي وقع. جد؟ متى الوقعة الثانية؟ قاعد تلعب فيها يا نونو. خلصت حطيت. خلاص لسه كمان. كيف دلقوا. هي مين كسرها؟ محمد ايش يدخل؟ هذه زبالة، الله يسامحكم. حبيبي هيك بنكون خلصنا فلوقنا للعيد، وتصبحوا على خير، وخلنا نروح نسهر لنا سهرة هيك خفيفة ونسيب اللي عندهم امتحانات يدرسوا. يلا تصبحوا على خير. سالي. بتشمت فيي ولا شلون؟ ما فهمت. النهر اللي جاي. يلا تصبحوا على خير، بشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. سلام.